يبقى كده في جزء الايرادات احنا لما بنحصل الايراد ممكن يكون محدد النوع، صح؟ لو كان الايراد محدد النوع بقول الى حساب ايه؟ الى حساب ايه؟ نسيته؟ ايرادات. طب لو الايرادات كان غير محدد النوع، خلي بالك انا بقول لك يخص الجهه، هو يخص الجهه ومحدد النوع. طب ولو يخص الجهه وغير محدد النوع جدع، هيتسمى ايه؟ ايرادات تحت التسويه. طب لو كان لا يخص الجهه بتاعتي اصلا، جاري مبالغ دائنه تحت التسويه. جاري مبالغ دائنه تحت التسويه. ده بالنسبه للايرادات، ده بالنسبه للنوع. خلاص؟ في مشكله مش شغال؟ لا شغال، ده بيقول لك البطاريه هتقفل بس هو شغال. يبقى لو كانت الايرادات تخص الجهه اسمها ايرادات، لو لا تخص الجهه اسمها تحت التسويه. لو لا تخص الجهه اسمها جاري مبالغ دائنه تحت التسويه. لو تخص الجهه بس مش عارفين بتاعت ايه يبقى اسمها ايرادات تحت التسويه. ودي بتحصل كتير جدا ان الجامعه تحصل فلوس بس هي مش عارفه بتاعت ايه. فانا بلم مثلا من الطالب 1000 جنيه رسوم الدراسه، فخليها 1050. 50 بتاعت ايه مش عارفين. هنلم الخمسينات عملوا مبلغ، ممكن نعمل حفله، ممكن نجدد مبنى، يعني لسه مش عارفين هنحدد نوعها بتاعت ايه. ممكن نلاقي فلوس بزياده فمش عارفين دي بتاعت ايه، فنسميها ايرادات تحت التسويه لحد ما نعرف هي بتاعت ايه. الفلوس بقى دخلت فين؟ الفلوس دخلت الجهه اللي حصلت، فبيبقى من حساب الجهه التي حصلت. الجهه التي حصلت هي الجهه اللي حصلت وخدت الفلوس وزادت، يبقى ادي الجهه اللي حصلت. حصلت بقى الفلوس فين؟ انهي واحده من دول؟ على حسب. ممكن اقول لحضرتك ان اللي حصلت كانت خزينه عامه. يعني ايه خزينه عامه؟ زي جامعه القاهره كده حصلت في الخزينه العامه، يقول لك خزينه عامه او خزنه الجامعه او الوزاره، خلاص، او المحافظه، كيان كبير تبقى خزينه عامه. يبقى الخزينه العامه دي زي جامعه، مستشفى، وزاره. جامعه، مستشفى، وزاره، ده كده الكيان الكبير. يبقى الخزنه الفلوس دخلت خزينه عامه. في خزنه عامه كبيره وفي خزنه فرعيه. في خزنه موجوده في القبه في جامعه القاهره، وفي خزنه في كليه تجاره، وفي خزنه صغيره في كليه اداب، وفي خزنه صغيره في كليه اثار. يبقى دي خزاين عامه ولا خزائن فرعيه؟ يبقى في خزينه عامه كبيره وفي خزاين صغيره فرعيه. يبقى الفلوس لا اما حصلت في خزينه عامه لا اما الفلوس حصلت في الخزينه الفرعيه. الخزينه الفرعيه هيجي يقول لك حصلت كليه تجاره او قسم جوه المستشفى، خلاص، او الحي، خلاص. وزاره ومحافظه دول حاجه واحده، خلاص. يبقى في خزنه في الحي بتاع المعادي، وفي خزنه في المحافظه بتاعت القاهره، في خزنه في القسم العيون وقسم القلب وقسم الجراحه، وفي خزنه في المستشفى كلها، في خزنه في كليه اداب واثار وسياحه واقتصاد، وهي خزنه كبيره في الجامعه كلها. الفلوس لو دخلت الخزنه العامه تتسمى خزينه، هنكتبها ايه؟ تتسمى خزينه. انا حاسس ان لو انا فهمتك الخزينه الفرعيه انت هتجيب اسمها لوحدك. الخزينه الفرعيه فلوس اتحصلت في كليه تجاره بس لسه هتتبعت للخزنه العامه، يبقى تتسمى نقديه ولا نقديه تحت التسويه؟ نقديه تحت التسويه. فلوس لسه هتتسوى وفلوس لسه هتتبعت للكليه للجامعه. يبقى انا النهارده موظف شغال في تجاره، لميت 50,000، لما بخلص اليوم بروح اوردهم توريد في الخزينه العامه. يبقى اذا الفلوس لما تدخل خزنه فرعيه هتتسمى نقديه تحت التسويه. نقديه تحت التسويه. في مشكله في الكلمتين دول؟ يبقى لو الفلوس دخلت الخزنه العامه هتتسمى. طب هعرف منين انها خزنه عامه؟ هيقول لي جامعه، مستشفى، وزاره، محافظه، كيان كبير. انما قسم في المستشفى خزينه ايه؟ عامه ولا فرعيه؟ كليه في الجامعه، كليه يعتبر ايه؟ فرعيه. طيب نيجي بقى ان في بعض الطلبه يقول لك ايه، او في المدارس دلوقتي لو عندك اخ صغير في المدرسه ففلوس المدرسه بتدفع عند مدير المدرسه، بتروح مع مدير المدرسه وتدفع الفلوس في الاداره. دلوقتي بقت فلوس الطلبه بتاعت المدرسه تروح تدفعها في البريد، في البوسطه،
تروح البوسطه تدفع لاخوك فلوس المدرسه. يبقى هنا اللي حصل الفلوس خزينه عامه؟ لا. خزينه فرعيه؟ هل فصل معين جوه المدرسه؟ لا. اللي حصل الفلوس هنا هو مكتب البريد. فمكتب البريد ياخد منك الفلوس يقول لك دي الفلوس دي لمين؟ لازم تحدد لمين، فتقول له دي لجامعه القاهره، يروح البريد ياخد الفلوس ويشيلها عنده امانه وديعه لجامعه القاهره. هي دي كده الفلوس انت دفعتها في مكتب البريد، صح؟ هي فلوس البريد ولا فلوس المدرسه؟ فلوس المدرسه. فيروح مكتب البريد يقول ايه؟ امانه لدى يروح البريد يقول ايه؟ دي امانه. امانه تخص جامعه القاهره. خلاص؟ يبقى طب وانا اقول فلوسي فين؟ اللي يسالني على فلوس المدرسه فين؟ اقول له فلوس المدرسه ما بقتش بتدفع في المدرسه، ما بتدفع فين؟ بتشيلها امانه في مكتب البريد. يبقى اذا لو الفلوس اتحصلت عن طريق البريد اروح مسميها نقديه بالبريد ايداعات ما بين قوسين امانه. يعني الفلوس فين؟ الفلوس نقديه، نقديه في الخزنه ولا نقديه بالبريد؟ نقديه بالبريد. متشاله ايه؟ متشاله ايداعات ما بين قوسين ايه؟ امانه. تخليها عندك امانه، دي مش بتاعتك يا مكتب البريد. هل يقدر مكتب البريد ياخد فلوس جامعه القاهره ويوزع منها يطلع منها قرض؟ لا. اصل مكتب البريد ده جهه حكوميه، خلي بالك، والمدرسه جهه حكوميه، فكاني بقول لك شيلها لي عند البريد عادي جدا. ده هنا علشان يوفروا الفلوس، علشان يستثمروا الفلوس اول باول، بدل ما الفلوس تتلم في المدرسه وتبقى مع مديرين المدارس، ومديرين المدارس لسه بقى يصحوا تاني يوم يروحوا يودوا الفلوس، والمدير بقى تروح عليه نومه والفلوس تروح معاه، ويبدا بقى ايه، نقعد نماطل مع مدير المدرسه ونقول له فين الفلوس ومش فين الفلوس. طب انا رايح دماغي وادفع الفلوس على طول في البريد، على الاقل البريد هياخد الفلوس ويشغلها ويمشي اموره، وانت مع مدير المدرسه شوف خلي بالك من الاداره ومالكش دعوه بفلوس الايه؟ المدرسه. يبقى اصبحت الدفع، طرق الدفع ممكن تدفع عن طريق الايه؟ نقديه بالبريد، ايداعات كايه؟ ايداعات كامانه. المدرسه بقى على هواها تسيب، بص ممكن تعمل ايه؟ الفلوس في البريد، صح؟ تسيبها في البريد وتخلي الفلوس عند مكتب البريد، وهيقابلها موظف عايز يقبض. بقول لك ايه، عايز تقبض؟ روح مكتب البريد قول لهم قبضوني انا شغال في المدرسه، وخد ايه؟ ورقه تثبت، وتبدا تدي حاجه اسمها اذونات الصرف. والفلوس اللي متشاله في البريد امانه هتخرج للموظفين في شكل اذن صرف، في شكل حواله بريديه. خلاص؟ يبقى جامعه المدرسه هتقول لمكتب البريد يا مكتب البريد خلي الفلوس عندك، هبعت لك استاذ عبد السميع تقبضه، بس استاذ عبد السميع يبقى معاه ورقه اذن صرف، فيديها اذن الصرف، فياخد من الفلوس اللي في البريد. لو استاذ عبد السميع قبض، النقديه اللي بالبريد هتزيد ولا النقديه اللي بالبريد هتقل؟ لما الطلبه تدفع فلوس المدرسه في مكتب البريد، مكتب البريد هيزيد، يبقى نقديه بالبريد تزودها التحصيل وينقصها اذن الصرف. المحاسبه دي مزيكا، فاهم؟ يبقى نمسح دي مش موضوعنا، دي الحلقه اللي جايه بتاعت المصروفات. لما تيجي اقول لك تم تحرير اذن صرف للموظف عبد السميع لسداد مرتبه، يبقى اذن صرف. يعني ايه اذن صرف؟ يعني احنا ناس غناي عندنا فلوس شايلينها في مكتب البريد، الفلوس اللي في مكتب البريد بتطلع للناس، بتطلع اذونات صرف، بتطلع حوالات. خلاص؟ طيب ممكن ما نشيلش في مكتب البريد ونودي الدفع جامعه عين شمس بتدفع فلوس لجامعه القاهره، فهتلاقي بقول لك ايه، انا بدل الفلوس كتيره انا هبعتها بالعربيه المصفحه دي على طول على البنك المركزي. يبقى اللي حصل الفلوس هنا مين؟ البنك المركزي. يبقى ممكن عن طريق شيكات للبنك المركزي، اهو عن طريق البنك المركزي، يبقى البنك المركزي على طول. في حاجه بقى عن طريق شيكات، والشيكات دي بتكون مع معظم الطلبه الخلايجه. في طلاب خلايجه بيجي في الجامعه فمصاريفهم بتبقى عاليه، انت لو المصاريف بتاعتك 2000 جنيه هو بيدفع 20000 جنيه. طيب الطالب ده ممكن يدفعها ازاي؟ ممكن يدفعها بشيكات. فيبقى كده الموظف اللي في الكليه استلم فلوس يقول عليها خزينه، استلم نقديه تحت التسويه برضه لا، ولا استلم حوالات، راح استلم ايه؟ استلم شيكات. بس الشيك ده اتحصل في لحظتها ولا لسه هيتحصل؟ يبقى اسمه شيكات لسه هتتحصل، يبقى اسمه شيكات تحت التحصيل وشيكات تحت التسويه. خلاص كده؟ او شيكات تحت التحصيل. يعني ايه تحت؟ تحت دي في اللغه المحاسبيه يعني لسه. تحت التحصيل لسه هتتحصل، تحت التسويه لسه هتتسوى. يبقى دي لو الشركه، لو شركه مين؟ لو الجهه الحكوميه استلمت شيكات عن طريق شيكات، تقول من حساب ايه؟
من حساب الشيكات تحت التحصيل. في أي مشكلة في الكلمتين دول؟ الأخيرة واللي بتيجي في الامتحان، والأربعة دول بيجوا بس قليل، بس الأساس في الاستخدام وصل فوري. دلوقتي احنا لما بنروح ندفع الفلوس بتاعت جامعة القاهرة بندفع الفلوس ازاي؟ نروح ندفع فوري الأول، ففوري ده بتدي الجامعة بقى بتدفع للوحدة للجهة اللي هي فوري دي، خلاص؟ بس هو بيروح مديلك ايه؟ ورقة. الورقة دي تديها لمين؟ للموظف. يبقى في النهاية الموظف استلم منك فلوس ولا ورقة؟ ورقة. فيقول من حساب الورقة. الورقة دي اسمها أمر الدفع، فيقول من حساب وصل فوري، فمن حساب أمر الدفع يبقى عن طريق دفع إلكتروني أو عن طريق أمر دفع. مفيش أسهل منها من حساب أمر الدفع. مشكلة في الكلمتين دول؟ هعلمك حاجة في أمر الدفع. بالنسبة لأمر الدفع، لو بقول لحضرتك الجهة اللي انت فيها حصلت أمر دفع، غير لو بقول لحضرتك الجهة اللي انت فيها حررت، أصدرت، سددت أمر دفع. لو الشركة بتاعتك حصلت أمر دفع يبقى أمر الدفع زاد ولا أمر الدفع نقص؟ زاد. لو أنت اللي دفعت أمر الدفع يبقى أمر الدفع إيه؟ نقص. لو أنت اللي حصلت تقول على أمر الدفع إيه؟ من حساب أمر الدفع، من حساب وصل الفوري وإلى حساب، شوف النوع. طب لو انت اللي دفعت المرتب، دفعت اي حاجه، اشتريت اصول، الى حساب امر الدفع ومن حساب، شوف انت وديت الفلوس فين. يبقى امر الدفع لو زاد بيجي من حساب، امر الدفع لو نقص بيجي. صعبه؟ هو ده وصل فوري. يبقى الموظف خد منك ايه؟ ورقه، وهتتمسح كمان شويه لو فضل ايه معاه، عشان يقول لك هات الوصل وصوره. طيب خدنا الوصل وصورناه، هيعمل ايه؟ ما هيروح الخزنه العامه يقول لهم خدوا فلوس، ده مش فلوس ده ورقه، يبقى مش هيقدر يروح الخزنه العامه، يروح الخزنه الفرعيه. ما هو الفرعيه ما هو الكليه ده، حتى كمان هيلخبطك، هيقول لك ايه؟ حصلت كليه تجاره، مش احنا لو شفنا كلمه كليه يبقى فرعيه، فيروح موديك في حته ثانيه. حصلت كليه تجاره امر دفع، يبقى سيبك من الكليه وامسك في الامر. يبقى لو حصلت كليه تجاره امر دفع يبقى من حساب امر دفع. حصلت الوزاره فتفكر خزينه امر دفع، من حساب امر الدفع. طب امر الدفع ده اروح بيه فين؟ راحوا عملوا مكان وكيان جوه البنك المركزي اسمه الوحدة الحسابية المركزية. لو معك ورقة وعايز تحصلها وتحولها فلوس، اطلع على الوحدة ولا خد يا وحدة، خدي الورقة دي وحطها فلوس وزود الوحدة الحسابية المركزية. لو معك ورقة وعايز تصرفها، خدي يا وحدة الفلوس ديت اصرفيها لي ونقص الوحدة المحاسبية. يبقى أمر الدفع لو كان تحصيل وزاد، اللي زاد يزود الوحدة الحسابية. أمر الدفع لو كان سداد ونقص، اللي نقص ينقص الوحدة الحسابية. صعب عليك؟ بص كده، يبقى أمر الدفع يتم تسوية أمر الدفع لو هو كان محصل، فيقول لك تم تحصيل أمر الدفع بالوحدة. لو هو كان سداد هيقول لك تم سداد أمر الدفع من الوحدة. والله التسوية دي بتتم في مكان اسمه الوحدة الحسابية المركزية. ده كيان بيلم فلوس الفوري، ياخد منك الورقة الفوري ويحط لك بدلها فلوس في الوحدة، ياخد منك الورقة الفوري ويديك بدلها فلوس من الوحدة.
لو كنت رايح تحصل وتقول له اتفضل دي فلوس الطلبه، هيقول لك هات الورقه ويزود الوحده. لكن لو انا موظف ورايح له بوصل فوري، ده حتى الموظفين بقوا بيقبضوا وصل الفوري، فاصبح الموظف ياخد وصل فوري ويطلع على الوحده، خد يا وحده وصل فوري انا عايز اقبض، فتروح مدياله فلوس من الوحده. اللي يزيد في المحاسبه الماليه واللي زاد واللي دخل الشركه واللي يزودك واللي زاد عندنا يبقى ايه؟ مدين من حساب الوحده الحسابيه لو زادت، والى حساب الوحده الحسابيه المركزيه لو نقصت. لو انا حصلت وصل فوري من الطالبه والوصل اتحصل في الوحده الحسابيه، يبقى الوحده الحسابيه زادت ولا نقصت؟ ولو انا حصلت الوصل ورحت سلمته للوحده، يبقى الوصل معايا ولا خرج من عندي؟ يبقى الوصل من حساب وهيتم التسويه. يجي الايه؟ بيقول لك اي حاجه هتتسوى تيجي العكس، يبقى من حساب امر الدفع هتيجي الى حساب امر الدفع، هو اللي هينقص وفلوسه هتتحط فين؟ في الوحده الحسابيه المركزيه، هي اللي زادت. صح؟ اقفل دي. لو كان امر دفع سداد كان هيبقى هو اسمه الى حساب، لما يتحول دفع يبقى اسمه من حساب امر الدفع، ولما يتقفل في الوحده. يلا سؤال، الوحده الحسابيه المركزيه لو دفعت فلوس هتزيد ولا هتنقص؟ هتنقص، واللي هينقص تحت واللي تحت دائن، والدائن الى حساب الوحده الحسابيه المركزيه. خلصت. مثال، حصلت جامعة القاهرة إيراداتها، يعني إيرادات، يعني إلى حساب إيرادات ريحتك منها، لأن النص اللي تحت إحنا اشتغلنا عليه، إحنا عايزين النص اللي فوق. إيراداتها عبارة عن 10,000 جنيه نقدا بالجامعة بالخزينة العامة، و5,000 جنيه في كلية حقوق، و7,000 جنيه إيداع بالبريد، و4,000 جنيه أو خليهم 3,000 جنيه شيكات محصلة، وادي 20,000 جنيه دفع الكتروني. وروح بقى انت يا معلم. ادي 10 وادي 5 15 وادي 10 25 و20 يبقوا 45. ال 45 اتفقوا على حاجه واحده، ان كلهم ايراداتها، بس ادي 1 ادي 2 3 4 5 5 جهات حصلوا، يبقى من حساب حاجه واحده ولا من مذكورين؟ يلا 2 3 4 5 كلهم اتفقوا انهم الى حساب ايرادات بكام؟ بس في 50,000 10,000 وفي 5,000 وفي 7,000 و3,000 و20,000 جنيه، يعني 45,000 جنيه خدوا مع عم ياسر وخد كوبايه القهوه معاك. 45%. ال 45,000 جنيه ليهم مسميات. يلا بينا. ال 10,000 جنيه معانا 10,000 جنيه نقدا بالجامعه، كان الكبير الخزنه العامه الام، يبقى ال 10,000 جنيه هيتسموا ايه؟ مستني لها قيد ولا حاجه؟ مفيش يا باشا، ده خلاص دخلت مش خارجه. اللي بعدها يلا انت 5,000 جنيه في كليه حقوق. تفرق ايه الكليه عن الجامعه؟ ان الكليه فرع وان الجامعه عامه، يبقى دي تسمى ايه؟ نقديه تحت التسويه.
ادائي بالبريد ايداعات. 7000 جنيه ده فلوس نقديه بس مش معايا في ايديا، دي فين؟ في البريد، متشاله ايه؟ ايداعات، ما بين قوسين ايه؟ امانه، يبقى نقديه بس بالبريد ايداعات كامانه. 3000 جنيه شيكات محصله يبقى اسمها، ده فيه نقطة مهمة جدا. أمر الدفع بيتقفل فين؟ فين؟ وخد بقى دي، أي حاجة في أي حتة تتقفل في الوحدة الحسابية المركزية. يعني إيه؟ يعني الراجل ده هيودي الفلوس فين؟ على الوحدة. طب وده هيودي الفلوس فين؟ على الوحدة. وأبو شيكات كله هيروح على الوحدة الحسابية المركزية. لأن الوحدة الحسابية المركزية أصبحت هي المصدر الوحيد اللي بيلم فلوس الدولة كلها. يبقى الفلوس كلها بقت موجودة في مكان واحد. ده الدولة دلوقتي ألزمت كل الشركات القطاع العام والقطاع الخاص إن لو المعاملة أكتر من 499 جنيه تدفع بوصل فوري. جرب تخش فرع اتصالات وتشتري مثلا تليفون ولا تدفع فاتورة قيمتها 513 ولا 550، هندفع 499 جنيه نقدا، واللي فوق ال 500 يا تيجي بكره عشان تدفعوا نقدا يا اما تدفعوا بفيزا. يقول لك لازم فيزا، المبلغ عدى 500 جنيه لازم يدفع بفيزا. ليه بقى؟ لما نعمل كده هنحط كل فلوس الناس في البنك ولو لساعتين زمن، هنشغلهم ساعتين. يا عم احنا هنشغل فلوس ساعتين. خلاص؟ انت مثلا هنحسب شركه اتصالات النهارده دخلها مثلا مليون جنيه. الدخل بتاع شركه اتصالات في مصر طبعا مليون جنيه رقم تعبان، بيحسبوه مثلا مليون جنيه. وكل يوم كل واحد يروح يدفع، خد الفلوس يعملوا مليون جنيه يوميا. ماشي؟ في مصر كلها في اليوم بمليون جنيه. يبقى لو الفلوس المليون دي بدل ما تروح شركه اتصالات بتروح على البنك الاول. بتروح على مين؟ على البنك الاول، وتاني يوم تبقى تروح للاتصالات. فلما تروح على البنك الاول وتاني يوم تروح على الاتصالات يبقى الفلوس قعدت يوم. المليون بتاع النهارده قعدت ايه؟ يوم، صح؟ هيشتغل. طب ما هو كل يوم يبقى عملت ايداع سنوي على مدار السنه، كل يوم مليون جنيه لمده 360 يوم لمده سنه كامله. يبقى الفلوس بتتحط في الجامعه وفي البنك، والبنك كمان ياخد عموله من شركه اتصالات. قصه كده كبيره. نرجع هنا تاني للقلم بتاعنا ونشرح. الشيكات تحت التحصيل هتروح على الوحده الحسابيه المركزيه. شيكات تحت التحصيل 20,000 جنيه مالها؟ دفع الكتروني. ده اي اخر حاجه هقولها، تم تسويه امر الدفع مع الوحده الحسابيه المركزيه. اللي دفع الشيكات اللي تحت التحصيل كان واد خليجي اسمه ايه؟ هات لي اي اسم خليجي، ابو نواف، زياد، زايد، اي حد. خلاص؟ الواد زايد ده ماشي، اللي دفع الشيكات هيجي لك كمان شويه هقول لك عليه عمل لقطه، بس لما نخلص امر الدفع. فين امر الدفع ب 20,000 جنيه؟ راح فين؟ راح على الوحده. مش امر الدفع هيتحصل، فلما هيتحصل الوحده هتزيد ولا الوحده هتقل؟ هتزيد. يبقى من حساب الوحده الحسابيه المركزيه والى حساب. تعالى بقى للواد ده. تم رفض الشيك المحصل. ايه ده؟ الشيك طلع في غلطه، وجاي وخليجي ومليجي وعمال يقول لي الشيك ومش الشيك، ورجع الشيك طلع الشيك في غلطه. ابوه بعد ما اداله الشيك سحب كل الفلوس اللي في البنك. يبقى سوح الواد. طب الواد ده هنعمل ايه؟ هنقول له خد الشيك بتاعك، صح؟ واحنا كده ايه؟ علينا فلوس ولا احنا لسه لينا؟ افتكر لو احنا اللي كان لينا جاري مبالغ متينه جدع. يبقى هنا كده لو تم رفض الشيك المحصل لعدم كفاية الرصيد، الشيك اترفض مفيهوش فلوس، يرجع لاصحابه. طيب يبقى الشيك يتقفل إلى حساب الشيكات تحت التحصيل لو كان لسه شيكات. واوقات اللي تكتشف الموضوع ده الوحده الحسابيه، فيبقى الى حساب الوحده الحسابيه، بس هو ما تمش التسويه، ده لسه الشيك، خدت الشيك اترفض الشيك. يبقى رفضت الشيك
فكده الشيك نقص بعد ما زاد، بعد ما خدت الشيك راح نقص. طب واحنا لما نشوف الواد دلوقتي نقول له احنا علينا ولا احنا اللي لينا؟ لينا عند مين؟ عند الواد زايد. بنسميها ايه؟ جاري مبالغ مدينة تحت التسوية وما بين قوسين الواد زايد. جاري مبالغ مدينة تحت التسوية زائد. بص، بالسبعة بالتلاتة بالتلاتة. يجي الواد يدفع بقى ونخش في قصة وشغلانة. لما يبقى يجي هقول له ما بقاش لينا واستلم منه أمر دفع. لو تم التسوية بأمر دفع، يعني جاي يدفع الفلوس اللي عليه، أقول له خلاص ما بقاش لينا، هي دي هتتسوى. لما يجي يدفع فاللي هتتسوى تيجي تحت جري مبالغ مدينة تحت التسوية زي ده، هيديني أمر دفع من حساب أمر الدفع. ما كان من الأول تدفع زيك زي المصريين. أمر دفع أهو وصل فوري. كده نقدر نقول انتهت تماما القيود اليومية على جزء الإيرادات. طب هو إيه القيود اليومية؟ بتتكلم على إيه؟ بتتكلم على إيرادات خلصت، تتكلم على مصروفات أجور خلصت، اعتبرها ما خلصتش، هتتقال لسه. خلاص. مبالغ مدينة، مبالغ دائنة. أنا بقول لك كلمتين اللي فهم محاضرة النهارده فهم نص المحاسبة الحكومية، نصها، نص بالظبط. ليه بقى؟ هتيجي تدفع مصروفات، هتستلم أمر دفع ولا هتصدر أمر دفع؟ هتصدر. فأمر الدفع يبقى من حساب ولا إلى حساب؟ إلى حساب، وهيتقفل برضه في الوحدة الحسابية. مش لما كنت بتحصل كنت بتقول دي فلوس الإيرادات؟ لما هتصرف هتعكس وتقول دي فلوس المصروفات. بس انا مش عايز اضغط عليك لو انت بتسمع لاول مره الكلام، كفايه عليك دول، لان لو انت فهمت دول بقى يسلحك في نص المنهج. دول يعادلوا نص منهج المحاسبه الحكوميه. القيود اليوميه نص المنهج. فهمت المدين والدائن، انت فهمت كل حاجه. خلاص.